ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا، معاكم منى كمال، والنهاردة هنقدم بودكاست أصدق كدبة. خليني أخدكم كده جولة سريعة عن فكرة البودكاست ده. البودكاست بتاع أصدق كدبة إحنا بناخد كل حلقة أصدق كدبة بنقابلها في حياتنا، كانت مختصة بالتجميل، كانت مختصة في حياتنا، في مشاعرنا، في مشاكلنا، في فكرتنا في المجتمع، أو بيجيلنا كدبة إن إحنا نفضل نصدقها لدرجة ما نقول دي أصدق كدبة قابلتها في حياتك. النهاردة هنتكلم عن التجميل. أنا لا أكذب ولكني أتجمل. فبما إننا النهاردة في حلقتنا الجميلة عن التجميل، يشرفني إن أنا يكون معايا الدكتورة إنجي حسام. ازيك يا دكتورة إنجي؟ منورانا والله، منورانا النهارده في بودكاست أصدق كدبة. ده نورك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. انت كتير قوي بتقابلي عندك في العيادات كتير ناس بتجيلك بتقولك عايزين نحقن فيلر، عايزين نحقن بوتوكس، بس ما تقوليش. طبعا بيحصل. هي مش بيحصل، هم كلهم كده. ليه؟ مفيش ست بتحب تعرف حد ان هي حقنت، اكنها تهمه. هي لو قالت ان هي حقنت فيلرز او بوتوكس اكنها تهمه، فتقولك اصل اهل جوزي مش عايزاهم يعرفوا، اصل قرايب اهله متابعينك مثلا وهيشوفوا الصور. اي حد دلوقتي مش عايز يقول لاي حد، اكنها يمكن بالظبط تهمه. يمكن شايفة ان المجتمع بتاعنا شوية بيبص لها زي ما انت قلتي بتهمة ان انت بتجملي نفسك او بتخلي شكلك احلى. طب وده وليه؟ كذب وفك. هي الست لما تحب تجمل نفسها او تخلي نفسها احلى، ده مش عيب او تهمه تتهم بيها. انا شايفاها عادي، مش من عشان انا دكتوره ثقافتنا. تجميل. انا شايفه انه عادي ان انا اقول، يعني حتى لو انا عملت عمليه تجميل عشان اصلح حاجه في وشي، بلاش الحقن. طب ما انا اقول ايه المشكله؟ مناخيري كانت تخينه شويه فظبطتها، ايه المشكله؟ عندنا ثقافة في الموضوع ده مش بنخاف ومش مظبوطة عايزين خالص. قرايبنا ومعارفنا ونسايبنا يعرفوا ان احنا عاملين حاجه. طب بالنسبة بقى لموضوع الفيلر، ان انا بنفسي قابلت حاجة كده في حوار الفيلر. يعني من الحاجات اللي انا قابلتها ان انا مرة من المرات رحت العيادة وكنت متابعة مع دكتور ما معين، وقال لي هنحقن لك فيلر بس بتعالي المرة الجاية او نبقى نشوفك المرة الجاية. ما علينا، الدكتور ده سافر او ايا كان ظروفه، فجم كلموني وقالوا لي انت عايزة تحقني صور لنا وشك. لا، ايه؟ اصور لكم وشي؟ طب انت عايزه تحقيني فين؟ ودي بالنسبه لي اللي كانت الصدمه. لو حد من الناس اتعرض ان هو في مكان مش ناس متخصصه او ناس مش بروفيشنال، وراح ورا العروض زي ما بتسمعي بقى، اه ده احنا عندنا عروض النهارده، ده في عرض فيلر اللي مش عارفه بكام، ده العرض فيلر اللي بكذا، تعالي واحقني. هو دلوقتي الموضوع ده زاد جدا جدا، ما بقوش بس الدكاتره اللي بيحقنوا، كل الناس بتحقن. كان فيلرز، بوتوكس، حقن نضاره، سكين بوسترز، كل الناس دلوقتي بتحقن. هو مهم ان انا اسالك انت عايزه تحقني فين، مش عشان انا همشي ورا كلامك، بس انا لازم اعرف ايه الديفوهات اللي العينه متضايقه منها في وشها. تقولي مثلا انا حاسه ان انا وشي من هنا مليان سنه، عندي شويه دقن مزدوج اللي هي اللغد، خدودي محتاجه ازودها شويه. رايها يحترم، بس مين رايه اللي هيمشي في الاخر؟ الدكتور اللي بيحقن. لان انا ممكن انت تقولي لي حاجه عايزاني اعملها وهي مش هتطلع حلوه عليكي. مش اي ترند يطلع نعمله لك. لازم انا اشوفك واشوف وشك ايه اللي يليق عليه. شفايف مثلا، كبري لي شفايفي، احقني سرنجتين ثلاثه. لا، ما هي ممكن ما تلاقيش على وشك ملامح، وشك ما تلاقيش عليها الفيلرز الكميه هو الكبيره في طبيعي ان انا اللي الشفايف. اقول انا عايزه احقن فين وقد لا ايه. لا ما دي تشوفي، لا جديده ولا دي. قد ايه ولا فين. بس انت طبيعي تقولي لي ايه اللي مضايقك. اول سؤال بساله لاي كلاينت بتجيلي الكلينيك، بقول لها ايه اللي مضايقك في وشك؟ انت جايه لي ليه؟ فهي دايما بيبقى في دماغها كام حاجه هي اللي مضايقاها بجد في وشها. انا بقى ابتدي اشوف الحاجات دي هعالجها ازاي. وفي حاجات كمان بتبان قوي اقول لها هنعملها وهي ما تكونش في بالها. اشهر حاجه كده الفيلر اللي بنحقنه في الدقن. نادرا ما تجيلي بيشنت وتقولي ان انا عايزه احقن فيلر في الدقن، هي مش عارفه ايه ده. بس انا لما اشوف وشها واحس ان هو فعلا محتاج عشان يظبط البروفايل، هي لما بتشوف النتيجه بعد الحقن بتتبسط قوي، بس هي ما تعرفش لان المفروض بيتحقن هنا علشان تبقى زي كانها تظبط بقى الجولاين. البروفايل بتاع الوش. البروفايل الجانبي بتاع الوش بيتظبط جدا بالدقن. الجو لاين لو هي عندها دبل تشين اللي هي اللغط، لما بنحقن التشين بيتظبط جدا. ثواني بقى، هو اللغد مش المفروض بعمليه؟ لا مش لازم. ماشي، ما مش هو العمليه بيعيروني دي، جوه بص لغدي كلنا ده. عندنا لغد لما بنزيد شويه في الوزن. بس ليه طرق كتير لحلها. يعني العمليه دي اخر حل، بس العمليه حل كويس. طب لو انا عايزه اعمل حاجه غير جراحيه، انا لو حقنت تشين فيلر في الدقن وجو لاين كونتور بالفيلر، بيعمل كاموفلاج، بيداري الدبل تشين.
يبقى ما تبقاش محتاجه انها تعمل عمليات. بالظبط يعني ده بديل بيداري. طبعا ده بنسميه الحاجات الغير جراحيه اللي اقدر اعملها عشانه. طب طب هي لو سؤالي عندها هو شويه دهون، لو انا عملت كده مثلا وانا عندي ما شاء الله اللغد حلو كده، هل ده افضل مستمر عليه على طول؟ ما هو بصي، احنا الفيلر المفروض بنعمله بيقعد من 9 شهور لسنه. هي لو الاول عندها شويه دهون، احنا بنحقن حاجات تدوب الدهون دي، بعد كده نحقن الفيلرز. الدهون مش هتتكون تاني لو هي ما تخنتش، لكن الفيلر هتحتاج 9 11 12 شهر بالكتير قوي وتكرره تاني. يعني لازم تدوب الدهون الاول. لو عندها دهون، مش كل الناس عندها كده، في ناس بيبقى مجرد جلد مترهل ساجد سكن وما عندهاش دهون، لكن لو هي عندها دهون بفات، ده طبعا بنشوفه مع التقييم، لا لازم نحقن تدويب دهون الاول. اوكي، دلوقتي في بعض الناس ومشاهير جدا على الانترنت اتعرضوا ان هم يحقنوا فيلر. احنا شفنا ان الموضوع بقى فيه تشوهات، فده خلى معظم الستات خاف. بيجي لها رهبة ان انا اروح احقن فيلر. تنصحي الست تختار مين الدكتور الكويس ان انا اقول مثلا لا انا هحقن فيلر، ونوع الفيلر نفسه؟ بصي بقى، الحاجات دي مش اي حد بيحقنها. يعني اول حاجه انصحها بيها ان هي تختار حد بروفيشنال بجد في الحقن، وما يتخدعوش بالعروض، وده دايما اللي انا بقوله لهم. الفيلر ابو 1000 ونص و2000 ده مش فيلر. ما هو احنا مش بنكسب المكسب ده كله، هما بيتخيلوا دايما ان في نظريه المؤامره ان الدكتور ده بياخد كل الفلوس دي على قلبه خالص. ما هو انت لازم تعرفي ايه البراند الفيلر اللي انت بتحقنيه. دلوقتي بقت مشهوره قوي قوي قوي، وانا اتصدمت لما عرفتها. احنا في فيلر مخصوص للبادي اسمه بادي فيلر، هو معمول ومتصنع ان هو يتحقن في الجسم. لما ناخده السيرنج بتاعته بتبقى 10 مللي، يعني قد 10 سيرنج من سرنجات الوش. طيب هما لما بياخدوه ويفضوه في 10 سرنجات ويحقنوا 10 كلاينتس، هيعملوه بكام؟ اقل. بكتير، ده اقل بكتير. ليه بقى؟ لان اصلا البادي فيلر رخيصه، لان انت ال 10 مللي دول ولا حاجه، انت هتحقني لك 10 سرنجات، 6 سرنجات بالاقل. فهم مصنعينه انه يبقى تكلفته قليله، عشان على ما تعملي العدد ده تقدر البيشنت تتكلف التكلفه دي. ضرره ايه بقى على الوش؟ هو مش معمول يتحقن في الوش. اولا بيكلكع، بيعمل حاجه اسمها جرانيلوما، دي تكتلات كده ما بتتدوبش. كل الناس عارفه ان الفيلر بيتدوب بماده الهياليز، البادي فيلر اغلبيته ما بيتدوبش، وبالتالي لو كلكع او عمل التكتلات الجرانيلوما اللي انا بقولك عليها دي، خلاص لازم تعملي عمليه جراحيه عشان تشيليه. انا جات لي بيشنت على فكره كانت حقنه، والمشكله كمان اللي بيحقن وهو مش فاهم، هو بيبقى قلبه جريء قوي. ايوه هو مش فاهم. احنا يعني عايزين لما نعرف تحقن برضو لها، الناس ايه الاضرار الفظيعه ان انا اروح لحد هو مختص ده، هو وحد مش مش فاهم. مختص. يعني لو رحت لحد واحده هي اصلا مش دكتوره، هي مش فاهمه ان ده هيعمل كده. اعراضه ايه او ايه اضراره هي عشان جات لي نعرف الناس. هي جات لي حقنا لها تحت العين. شوفي الجرأة يعني، يا ريتها حقنت لها شفايف ولا خدود بالبادي فيلر، حقنا لها تحت عينيها. المكان ده اصلا حساس جدا وديليكت، ولما بنيجي نختار فيلرز اللي تحت العين اللي هو تجويف بتاع الهالات، بنختار اخف جي برايم فيلر. الفيلرز انواع، وكل نوع في منه درجة تقيل اخف شويه حسب المكان اللي انا هحقنه. هي تحقن بادي فيلر تحت العين دي كارثه. جات لي كلاكيع وجايه بقى تقول لي انقذيني. طب ما رحت لهاش ليه الكوافيره او البيوتي سنتر اللي انت حقنتي فيه؟ ما هي مش عارفه تقولي ما هي تنقذها. مش هتعرف تعالجني. طب رحت لها بالظبط. ليه من الاول؟ ما هي بقى دي المشكله، ان يعني معظمنا مش فاهمين انواع الفيلر. يعني انت دلوقتي بتقولي لي في انواع فيلر، طب طبعا انا واحده ما اعرفش يعني يبقى اروح افرق لحد ازاي؟ ولا انا فاهم. المفروض ان انا اذاكره الاول قبل لا ما لا لا اروح؟ لا لا، ولا دورك. الكلاينت مش دوره يذاكر، بس انا لازم اروح لحد فاهم، حد انا سالت عليه وناس كتير اعرفها حقنوا عنده، ليه سمعته، بقاله كام سنه بيحقن. طيب سؤال، هو يعني انت لكن انت حضرتك مش المفروض تعرفي اللي الانواع طبعا. بتحددي نوع الفيلر، ولا انت بتعرضيه على على البيشنت وتقولي لها كل مثلا؟ براند، لو انت تقصدي بالنوع البراند، في براندز فيلر كتير، لازم نختار حد مضمون عشان نبقى واخدين منه الثقه ان هو يختار لي البراند الكويس. كل براند فيلر ليه انواع حسب هنحقنه في الخدود، في التمبل اللي هي الصدغين، تحت العين، الشفايف. مش كل حاجه بتتحقن في اي حته. يعني مش فيلر واحد اللي بيتحقن في الوش لا كله؟ لا لا، عشان كده لما تيجي حد تقول لي كلاينت تقول لي انا عايزه مثلا اعمل خدود وعايزه ارفع الوش وعايزه اعمل دقن وشفايف، ينفع كل ده بس سيرنج واحده؟ لا لا، ما ينفعش. اولا عشان الكميه قليله، انا دايما عايزه اقول لهم سيرنج الفيلر اللي هي الواحد ملي دي قد معلقه السكر. فانت متخيله انا هعمل كل ده بسيرنج ازاي؟ غير بقى ان في ده لو انا مختاره النوع التقيل اللي هو هيظبط مثلا الجو كونتور او الشين، ما ينفعش احقنه تحت العين.
ما ينفعش احقنه في الشفايف. وبالتالي مش كل واحد ينفع. ما ينفعش حد يقسم سرنجه بينه وبين اخته. ليه بقى دي ما ازاي؟ لو براس ينفعش. ما هو ينفع يتقسم اصلا؟ لأن هما أنا بيجوا فاكرين كده، وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني هي دي اللي المشكلة. بتحدد لك انا هاخد قد ايه واختي تاخد هما قد ايه. بيسمعوا من بره، بيجوا سامعين. هي بتيجي عايزه تقلد حد من صحابها، جايه هي وصاحبتها، ممكن احنا الاتنين نقسم سيرنج. اصل انا في واحده صاحبتي عملت كده. لا طبعا ما ينفعش. ازاي اخد سرنجه منك وانا حقنتها بالسن اللي انا حقنته واخدها احقنها في حد تاني؟ طب هو ممنوع. معقوله انفكشن في كنترول ممنوع. دكتور يعمل كده؟ لا اكيد هم ما لا كانوش لا عند لا لا دكتور. حرام. مفيش دكتور هيعمل كده. ده اي بي سي. طب ما ينفعش. بس بقوا بيعملوا كده. ما هو مش الدكاتره بس اللي بتحقن. دي المشكله بقى. عايزين نعرف الناس اضرار الناس اللي هم اللي طالعين انا ما اعرفش اخصائيه ايه او انا ايه او انا اخصائيه تجميل، وهي اصلا في الاساس مش دكتوره. عايزين نركز، لان انا مره كنت عندك فانت قلتي لي انت مش متخيله الاذى ان لو واحده حقنت لك في وشك طبعا. وهي مش متخصصه ان ممكن يوصل لحاجه في المخ او يوصل لحاجه تتعمي. بالظبط. أهو. انا اترعبت. أيوة فنعرف طبعاً. الناس الجزئيه دي لان دي مهمه. ايوه الاناتومي بتاع الوش، التشريح، البلاد فيسلز ماشيه ازاي، الاعصاب، الشرايين، مين عارفها؟ مين دارسها؟ الدكتوره. ومش اي دكتوره، دي لازم تبقى دكتوره تجميل، اخصائي جلديه وتجميل، او اخصائي بلاستيك سيرجن يعني جراح. غير كده هو مين درس ده؟ كل التخصصات، حتى سيبك من الدكاتره، هم بيشتغلوا شغلنا وهم مش تخصصنا. تمام. الصيدله بيشتغلوا شغلنا، العلاج الطبيعي، العلوم. سبوبه بيسموها سبوبه. هم متخيلين ان احنا شغلنا بيكسب قوي 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 قوي. فالناس خدتها زي ما انت بتقولي كده سبوبه. لو اي حد يخش بقى ظاهر كتير قوي كورسات وبيحطوا شهادات وراهم بالظبط. انا بتفاجئ الاقي ناس ما تكونش خريجه طب وبتعرف تحقن وبتعرف تعمل كل حاجه، وعلى فكره وبتبقى ناجحه. يعني ساعات بتلاقي منها نتائج ناجحه، بس هل هي عشان ما دخلتش انديب قوي في ان هي حظها؟ بس هتيجي في مره هيحصل كومبليكيشن محترم. اثاره ايه بقى؟ يعني اثاره على المريض. الكلكعه. اول حاجه انا قلتها لك الكلكعه، لو ضربت عصب او نيرف معدي في مكان زي دي ما انا اللي قلت لك. مرعبه. ممكن اولا الفيلر ده خطر، لو اتحقن في مكان في بلاد فيسل ماشي واتقفل، خلاص الدم مش هيوصل للمكان ده. منهم الخطر قوي المناخير، فيلر المناخير مش اي حد بيعمله. لا ثواني، ايه فيلر المناخير ده؟ يعني في في ناس بتحقن فيلر المناخير؟ طبعا عشان نظبط الخط اللي هنا ده. مش ده المفروض بعمليه؟ مش لازم برضو، ممكن تعملي كاموفلاج، نفس فكره الدبل تشين بالفيلرز. طيب رعب الناس بقى. فيلر تحت العين بيكلكع وبيقف كده، تبقي اكن ده كل عندك حاجه بالفيلر يعني؟ eyeball. حتى اللي عنده هالات عنده كده برضو لا مش كل الاسباب شرط. فيلر. لا يعني الهالات دي مثلا لو دخلنا فيها، دي اسباب كتير قوي. سبب منهم نعمله بالفيلر اللي هو التجويف، في تجويف فاضي. لكن لو انت عندك تصبغات، انت جايه لي ولقيت ان عندك تصبغات ومفيش تجويف خالص، مش هحقن فيلرز. طيب. لان برضو بيجوا لي انا عايزه احقن فيلر، هم متخيلين ان مشاكل عينيهم كلها تتحل بالفيلرز. لا، انت عندك تصبغات يبقى هنحقن حاجات تفتيح. طيب الناس اللي ما حقنتش فيلر قبل كده وعايزه تيجي تحقن، بس بيبقى عندها رهبه، انت مطالبه مني ان انا احقن فيلر كل سنه لان او كل 9 شهور. طب ما حصليش ان انا عندي الماده او القدره ان انا اقدر احقن. كرروا تاني. طب انا بقى هبقى اسوأ لا الجزء ده لا كده. والله لا. هبقى أصل اسوأ إحنا بقى وهيحصل لك ترهلات لا، وشك لا. هيقع ومش عارفه ايه. هو اولا الفيلرز ده بيتكون من ايه عشان يبقوا فاهمين ويطمنوا، عشان في من ناس إيه تيجي بقى؟ تخاف دي مواد هنحطها في وشنا ممكن تعمل لنا سرطانات. لا طبعا. الا بقى لو زي ما انا قلت لك في الاول، اللي هي شركات تحت بير السلم احنا ما نعرفهاش. بس البراندز المشهوره والشركات الكبيره، الفيلر ده معمول من ماده الهيالورونيك اسيد. الماده دي اصلا في جلدنا كلنا، بس احنا كل ما بنكبر في السن الماده دي بتقل في وشنا. وبالتالي احنا بنحقن الفيلرز عشان نعوض نقص الماده دي. تمام. طيب هو انا هبقى اوحش؟ لا. بس الست بتحب شكلها جميل، فلما بتعمل حاجه وتلاقي شكلها حلو، لما الحاجه دي هتروح هتعملي ايه لما تبصي نفسك في المرايه؟ هحبها برضه. بس هتبقي عايزه تبقي زي ما مش انت كنت هكرهها. حقنه. لا مفيش حد بيكره نفسه، بس انا اقصد انت دايما بتبقي حابه ان انت تبقي اجمل. حقيقي. بس فهتبقي دايما هي- عايزه انا عندي خدود، لما خدودي لا انا هو شكلي كل وأنا خوف بالخدود. الناس ليه؟ عشان اكون طبيعيه وواضحه معاكي. انا معايا مثلا النهارده فلوس ان انا اروح احقن فيلر، فالسنة بس الجاية مش الله معايا. اعلم. بالظبط ما عنديش. طب ما انا كده لا ما تخشيش الخطوه دي اصلا. لا، ليه؟ لحسن انت لو دخلتيها لا، لا. على دايما المسمع ده انت هتبقي اسوأ. لا هتبقي خالص. اوحش ولا ومش هترجعي البوتوكس على لطبيعتك. فكره، ده هم يمكن بيقولوها على البوتوكس اكتر من الفيلرز.
لا ده البوتوكس ده احنا هناخدك حلقه لوحده يعني، ده اركنيه ده لوحده. خلينا النهارده هنفوكس على الفيلر. الفيلرز لما بتروح انت بتبقي احسن من الاول، لان هو عمل ترطيب. الهيالورونيك اسيد من الحاجات اللي بترطب الجلد جدا، فالترطيب بتاعه والتغذيه اللي عملها في طبقات الجلد مش هتروح. عارفه ايه الفيلرز اللي لما بيروح بتحسي بفرق بس مش اوحش؟ الامتلاء. ومش اللي هو كل بتاع فيلرز الشفايف. مملئ. بتاع الشفايف. بتاع الشفايف عايزه اقول لك انه بعد ما بيختفي الشفايف بتبقى احلى من اول مره، واحنا بنبقى مصورين البيشنت قبل ما تحقن وبعد ما حقنت، ولما بتجيلي تاني بعد سنه بتلاقي شفايفها احلى من اول ما حقنت، لان زي ما انا قلت لك هو رطبه. بس انا بلاقي بقى في ناس بتحقن فيلر بتبقى عامله زي بوز البطه ده. ليه بقى؟ ما هو من الكميات، هو مش بالكتر. ما هي دي بقى مش عشان انت جايه لي انا باجي اقول فيلر ايه ده انا هيبقى لي بتخافوا. كده لا 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 خالص المنظر ده خالص. الفيلرز انت حسب ما انت هتشوفي البيشنت هيحتاج ايه او ايه اللي هيبقى حلو عليه هتحطي. فيلر الشفايف من الحاجات اللي بتغير الشكل جدا. مين يحقنها؟ ناس كتير قوي. مش لازم انها عايزه تكبر شفايفها وتعمل زي ما انت بتقولي بوز البطه. انت شفايفك لو انت الشفايف اللي فوق اصغر كتير من اللي تحت، يبقى انا لازم اظبطهم يبقوا زي بعض. انا شكلك بيبقى غريب لما حد بيبص عليكي، اول حاجه بتلفت نظره شفايفك. مش معنى كده انا احط لك 3 رنجات في شفايفك. انت اللي بتحددي ولا طبعا البيشنت؟ طبعا. انت. وانا بفرجها، ما احنا بنحقن وبتشوف تقولي انا عايزه ازود، اقول لها شكله مش هيبقى حلو. انت كده يعني احلى. انت ليكي نظره في طبعاً، حته طبعاً، اعملي لأن هي ستوب، ما حقنتش مش فيلر قبل كده، هطول حرام اكتر من عليها. كده، او مش عايزه ابقى كده شكلك هيبقى اسوء. بالظبط. لا شكلك هيبقى اوفر. انا مش بحب على فكره حد يحقن فيلرز وتشوفيه صباح الخير الفيلر اللي انت حقنته امبارح باين على بقك. لا انا عايزاه مش بس بقها يا منى، خدودها. خدودها من الحاجات اللي بتبان قوي لو هي عامله اوفر. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه اللي يشوفها يقول لها انت محلوه، انت عامله ايه حبيبتي. ربنا انت اللي يخليكي. محلوه بجد، ونورتيني النهارده. ميرسي. ومش هينفع اسيبك لان احنا لسه في حلقات كتيره جايه، مع في بعض إن شاء بوتوكس الله. وفي قصص طويله. كلامنا كتير قوي. ميرسي بجد، لا. وانبسطت جدا بيك. ميرسي يا حبيبي، انا اتبسطت كل معاكي. متابعينا اتمنى النهارده ان احنا نكون ادينا لكم فقره تفيدكم عن الفيلر، واتمنى ان محدش يروح يحقن ويبقى شبه البطه. يعني اعرفوا انتوا رايحين تحقنوا فين وعند مين، ولازم يكون حد فعلا يكون دكتور بروفيشنال. اشوفكم بقى في الحلقه الجايه.